إيه هو الضغط؟ هي أي استجابة بيعملها الجسم لأي موقف محسسنا بالتهديد، لأن بمجرد ما نحس بالخطر من أي نوع جسمنا بيشغل الدفاع بتاعه، وهي حالة معروفة باسم المواجهة أو الهروب. والآثار الجسمية الناتجة عن الاستجابة للضغط هي سرعة ضربات القلب وسرعة التنفس وشد في العضلات وارتفاع في ضغط الدم. والضغط ده ممكن يكون حاجة كويسة لو في مستوى متوسط، لأنه بيخلينا نركز ونواجه أي حاجة تواجهنا في الحياة. وعلى الرغم من إننا مستحيل إن نتخلص من ضغوط الشغل تماما، لكن نقدر ننظمها من خلال تغيير أسلوب حياتنا والتعديل في مكان الشغل على قد ما نقدر. إزاي نعمل كده؟ 1. يكون عندنا نظرة إيجابية. لما يكون عندنا نظرة إيجابية هنقدر نتعامل مع الضغوط بطريقة أحسن، فقدرتنا على ضبط المشاعر والانفعالات هتزود من إمكانية حل المشكلة، والنظرة السلبية هتزود ضغوط أكتر وأكتر. 2. ناكل صح. لازم ناكل أكل صحي بانتظام، لأن نقص مستوى السكر في الدم نتيجة للجوع بيزود من الإحساس بالقلق والعصبية، وفي نفس الوقت الأكل الكتير بيخلينا نحس بالكسل. يبقى لازم ناكل وجبات صغيرة على أوقات منتظمة وتكون متوازنة في العناصر الغذائية. 3. التواصل الفعال. الفرق في الكلام مش في اللي نقوله، ولكن في طريقة الكلام، فاختبار الكلمات كويس والنبرة الهادية ليه دور كبير في تحسين العلاقات مع الغير. 4. الحفاظ على اللياقة البدنية. ممارسة الرياضة بانتظام وسيلة مفيدة لعلاج الضغوط، وبتحسن الحالة الصحية للقلب والأوعية الدموية، وعلى الأقل نمارس الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميا. 5. النوم الكافي. الواحد بيحس بالراحة لما ينام كويس ويبقى عنده قدرة على التركيز وقدرة على التعامل مع المواقف المسببة للضغوط، وبالعكس الضغوط ممكن تسبب قلق وصعوبة في النوم. وعموما لازم نتعود ننام في مواعيد محددة لمدة 8 ساعات. 6. الاسترخاء. لازم نعمل وقت مخصوص للاسترخاء والقراية، وبرضه لازم نعمل وقت للتواصل الاجتماعي وممارسة الهوايات. 7. ترتيب الأولويات. لازم الواحد يعمل قائمة بالمهام مرتبة على حسب الأهمية، وفي حالة وجود مهام مش عايز تنفذها علشان مملة أو مش حاببها أو صعبة، معلش لازم تبدأ بيها الأول، مع تقسيم المهام المعقدة والكبيرة إلى خطوات صغيرة وننفذها خطوة خطوة. 8. تفويض بعض المهام. المديرين والمشرفين لازم يفوضوا بعض المهام عند اللزوم علشان يقللوا مستوى الضغوط في الشغل. فالتخلي الواعي عن السيطرة ومقاومة الرغبة في إن كل حاجة تكون تحت إيده بيساعد المدير أو المشرف على التفرغ للتركيز على حاجات تانية، وفي نفس الوقت بيثبت ده للموظفين إن الإدارة بتثق فيهم وفي قدرتهم على أداء المطلوب منهم. استنونا فيديو جديد وموضوع جديد، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكوا كل جديد. ولو الفيديو ده عجبك اعمل لايك وشير.